في تصعيد مفاجئ، لاعب مغربي يشعل مواجهة سياسية مع وزير إسرائيلي. تصريحات نارية، تهديدات مباشرة، ورد صادم هز مواقع التواصل. ما القصة؟ وماذا قال كل طرف؟ ولماذا تضامن المغاربة والمسلمون بقوة مع حكيم زياش؟ بدأت القصة عندما نشر النجم المغربي حكيم زياش تدوينة أثارت جدلاً واسعاً، حيث شارك صورة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يحتفل بإقرار قانون مثير للجدل يتعلق بإعدام الأسر الفلسطينيين. ولم يكتفي زياش بالصورة، بل وجه سؤالاً لاذعاً قال فيه: هل سيدعي هذه المرة أن هذا القرار مجرد دفاع عن نفس؟ هذا التعليق كان الشرارة التي أشعلت المواجهة. الرد لم يتأخر وجاء شديد اللهجة، حيث هاجم بن غفير اللاعب المغربي واعتبره معادياً للسامية، مضيفاً في تصريحات صادمة: زياش وكل معادي السامية لن يفلتوا. كما أكد أن إسرائيل لن تتعامل بحذر مع من وصفهم بالأعداء، مشيراً إلى أن سياسة الدولة أصبحت أكثر تشدداً منذ توليه المنصب. تصريحات اعتبرها كثيرون تهديداً مباشراً للاعب، لكن الرد الأقوى جاء من زياش نفسه. في رسالة قصيرة لكنها قوية، كتب عبر حسابه: نحن لا نخاف الصهيونية. كلمات بسيطة لكنها حملت تحدياً واضحاً وأشعلت موجة دعم غير مسبوقة. بعد هذه المواجهة تحولت القضية إلى ترند عالمي. منصات التواصل الاجتماعي اشتعلت بالتعليقات، وانقسمت الآراء بين من اعتبر موقف زياش شجاعاً وإنسانياً، ومن رأى أن على اللاعبين الابتعاد عن السياسة. لكن الصوت الأقوى كان واضحاً: تضامن واسع مع اللاعب المغربي. في المغرب عبر آلاف المستخدمين عن فخرهم بموقف زياش، واعتبروه أنه يمثل صوت الشعوب لا مجرد لاعب كرة قدم. كما أعلنت جهات سياسية وشخصيات عامة دعمهم له، فيما امتلأت التعليقات بعبارات مثل: فخر المغرب، صوت الحق، لا يمثل نفسه فقط بل يمثل أمة كاملة. ولم يتوقف الدعم عند المغرب، بل امتد إلى العالم العربي والإسلامي، حيث رأى كثيرون في موقفه جرأة نادرة في عالم الرياضة. القضية ليست مجرد منشور، بل تتعلق بملف حساس جدا: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ودولية. ودخول نجم عالمي مثل زياش على الخط حول الموضوع من قضية سياسية إلى قضية رأي عام عالمي. بين تهديدات سياسية وتصريحات نارية ومواقف إنسانية ودعم شعبي واسع، تبقى هذه المواجهة واحدة من أبرز الأحداث التي جمعت بين الرياضة والسياسة في الفترة الأخيرة. ويبقى السؤال: هل يتحول اللاعبون اليوم إلى أصوات مؤثرة في القضايا الكبرى؟ أم أن هذا سيجلب لهم صراعات أكبر في المستقبل؟ ما رأيك أنت؟ هل ترى أن موقف حكيم زياش شجاع أم كان يجب أن يبتعد عن السياسة؟ اكتب رأيك في التعليقات تحت.